السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غادي نهضروا فيها على واحد من الأحداث المأساوية اللي عرفها المغرب في القرن الماضي. الأمر كيتعلق بانقلاب الصخيرات أو انقلاب عام 1971 اللي كان عبارة عن محاولة انقلابية فاشلة اللي تمت في القصر الملكي في الصخيرات. فشكون هما اللي تزعموا هاد العملية الانقلابية، وكيفاش تم التخطيط ليها، وكيفاش كانت النهاية ديالها، وكيفاش نجا الملك الحسن الثاني رحمه الله منها، وشنو كان المصير ديال العسكريين المتورطين فيها بمختلف الرتب ديالهم. كل هذا وأكثر غادي نتعرفوا عليه من بعد هذا الفاصل القصير. انقلاب الصخيرات 1971 تزعموه بعض الجنرالات العسكريين المغاربة، وبالأخص الكولونيل محمد عبابو قائد مدرسة هرمومو العسكرية، والجنرال محمد المدبوح. وكان الهدف منه هو اغتيال ملك المغرب الملك الحسن الثاني نهار 10 يوليوز 1971. وهذا التاريخ كان كيصادف الذكرى 42 لميلاد جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله. وكانت هذه أول محاولة انقلابية ضمن العديد من الانقلابات اللي كان كينجا منها ملك البلاد الحسن الثاني في كل مرة بطريقة عجيبة. ملابسات هذه المحاولة كانت غامضة، حتى أن الضباط اللي شاركوا في هذه المحاولة ما كانوش عارفين أن عبابو كان كيقودهم لعملية انقلاب، وكل ما كانوا كيعرفوا أنهم غاديين باش يقوموا بواحد المناورة عسكرية. كانت نهاية هذه المحاولة المأساوية بحجم غير متوقع، حيث كانت المحاولة أولا في يوم عيد ميلاد الملك، وكان القصر مملوء بالقتلى والمصابين من بين الحضور والضباط المشاركين في العملية وبعض أفراد الحرس الملكي. وبالرجوع لتفاصيل هذا الانقلاب العسكري اللي قادوا كل من الجنرالين محمد المدبوح ومحمد عبابو انطلاقا من التكنة العسكرية بهرمومو، بعد ما خططوا الانقلاب بكثير من الدهاء وتمكنوا بالفعل باش يوصلوا للقصر الملكي في الصخيرات، قبل ما تتحول اللحظات الأخيرة اللي جمعت ما بين محمد عبابو ومحمد المدبوح لشجار عنيف بسبب التسابق على الزعامة، الشي اللي أدى للمقتل ديالهم بجوج في مشهد مازال الكل كي يجهلوا التفاصيل ديالو. المهم، قبل الخوض في تفاصيل الانقلاب لابد ما نذكروا أن الجنرال عبابو خطط لهذا اليوم بشكل دقيق جدا، بحيث خبر التلاميذ ديال مدرسة هرمومو في أول الأمر بأنهم غادي يقوموا بواحد المناورة عسكرية في مدينة الحاجب، ووهمهم بأن الهدف من وراءها ما كانش هو الهدف اللي في نفسه، وهو اغتيال الحسن الثاني. قبل ما يتراجع عبابو على هذا القرار، وأجل العملية حتى نهار 9 يوليوز، حيث غيقرر عبابو باش يشن مناورة عسكرية واحدة أخرى، لكن هذه المرة في مدينة بن سليمان. انطلقت الشاحنات ديال الجنود من التكنة ديال هرمومو، وكانت فيها جميع صنوف الأسلحة من رشاشات ثقيلة ومسدسات وقنابل وما إلى ذلك. لكن بمجرد وصول هاد الأفراد ديال هاد التكنة البقنادل في المدخل ديال مدينة سلا، خبرهم عبابو بأن حياة الملك في خطر، وبأنهم مطالبون بإنقاذ حياة الملك في قصر الصخيرات. ونهار 10 يوليوز 1971 جوج ديال المجموعات عسكرية تابعين للمدرسة الحربية قاموا بمداهمة القصر الملكي في الصخيرات في الوقت اللي كان الملك الحسن الثاني كيحتفل بعيد ميلاده 42 سنة، اللي كان كيجري
داخل القصر الملكي، الشيء اللي أدى لمقتل العشرات من الضيوف والمدعوين والضباط وأركان البلاط والمشاهير والشخصيات المحلية والعالمية، وكلهم كانوا من الرجال، لأن هذه الحفلة كانت مخصصة للرجال فقط. الجنرال المذبوح كان متواجد داخل القصر، وكان هو رئيس الحرس الملكي. وفي هذه اللحظات كيف ما صرحوا بعض الضباط اللي عاينوا العملية، فالجنرال المذبوح توتر بشكل كبير، حيث القوات اللي جاية من هرمومو تأخرات وما وصلتش في الوقت اللي كان كينتظره هو. ورسل محمد عبابو باش يأجل العملية، مادام أن القوات اللي كان من المفترض أنها توصل للقصر تأخرات. ولكن الجنود قال لهم أنه يكتفوا فقط بالمناورة العسكرية في بن سليمان، ولكن عبابو رفض هذا الأمر، الشيء اللي أدى لتصاعد الشك ما بين عبابو والمذبوح. المهم الضباط وصلوا للقصر وبدأ إطلاق النار من بعد ما دخلت القوات العسكرية للقصر، رغم أن المخطط ديال المذبوح كان كيقتضي فقط تطويق المكان وما يطلقوش النار ويدفعوا الجميع باش يستسلموا، ومن بعد منها يباشروا واحد السلسلة من الإعدامات. ولكن الشك ديال عبابو خلى الرصاص الحي ينطلق بشكل عشوائي، والضباط ما بقوش قادرين يتحكموا في التلاميذ ديالهم، لا سيما وأن الكثير منهم كانوا كيطلقوا النار وكيصرخوا عاش الملك. المهم تقتل الجنرال المذبوح من طرف أحد التلاميذ ديال عبابو، اللي كان من المفترض باش يكون الشريك ديالو في هذا الانقلاب، ولكن رجع انقلب عليه حتى هو. ومن بعد ما تمكنش عبابو باش يلقى الملك باش يقوم بالإعدام ديالو، مشى وسيطر على مقر الإذاعة والتلفزة، ومن بعد توجه القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وتم كيتلاقى بواحد الجنرال آخر سميتو البشير البوهالي. هذا البشير البوهالي كانت عنده عداوة كبيرة مع عبابو، فدارت من بيناتهم واحد المنازلة دامية اللي تصاب فيها البشير البوهالي برصاص قاتل، وكان هو الأول اللي توفى. ولكن عبابو بقى كيحتضر، فطلب من أحد التلاميذ ديالو باش ينهي الحياة ديالو ويقتلو بالرصاص. وهنا تسالى الانقلاب واستسلموا التلاميذ وتقتلوا تقريبا 133 واحد منهم. في هذا الوقت نجح الملك باش يعاود يحكم السيطرة ديالو على الوضع، وعاود رجع باش يمسك بزمام الأمور. والجنرال المذبوح اللي قلنا كان من قادات هذا الانقلاب تقتل في الهجوم اللي حصل على قصر الصخيرات على يد الكونوليل عبابو. ومن بعد ما هدأت الأوضاع جاء وقت محاكمة العسكريين اللي متورطين في هذا الانقلاب، وبأمر من المحكمة العسكرية العليا تم تنفيذ حكم الإعدام في حق 10 ديال الضباط، من بينهم 4 ديال الجنرالات. ولكن الجنرال أوفقير تدخل عند الملك وطلب منه باش يصدر واحد العفو عام في حق 1081 من التلاميذ ديال المدرسة الحربية، ونجح في الحصول على هذا العفو. المهم ما كيتوفر حتى شي دليل على المشاركة ديال الجنرال أوفقير في التخطيط لهذا الانقلاب، ولكن الطريقة اللي كان كيتحرك بها واللي دار فيها مجهود كبير باش يتم التخفيف ديال الإجراءات اللي اتخذت في حق هاد المتمردين، والدور ديالو في إصدار الأحكام ديال العفو عليهم، خلات واحد الحيرة وواحد الشكوك كبيرة عند المطلعين والمراقبين والمتابعين لهذا الملف. المعتقلين اللي تم الحكم عليهم كان سجن تازمامارت في الانتظار ديالهم. هذا السجن اللي كان كيتميز بالسرية الكبيرة وبالتعذيب، واللي كيوقع في الصحراء الشرقية المغربية، تفتح في غشت سنة 1973 وتغلق
نهار 15 شتنبر 1991. واستقبل في هذه الفترة العسكريين اللي شاركوا في المحاولة الانقلابية ديال قصر الصخيرات في 1971، وكذلك المحاولة الانقلابية ديال أوفقير في 16 غشت 1972. ثم أيضا استقبل المعارضين ديال النظام الملكي من أصحاب الرأي وخاصة من اليساريين. كانت هذه هي قصة انقلاب الصخيرات اللي عرفها المغرب نهار 10 يوليوز سنة 1971. دمتم بخير، وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.